قبل ما نحدثكم على هذه الصورة اللي راكم تشوفوا فيها، خالد العنيان موجود في المكسيك يتجول. طبعا أنا هذيك الزيارة الموجودة في الجزائر محطة مثل كل المحطات اللي يروح لها صاحب محتوى أكيد يبحث على مادة دسمة إعلامية، يتحدث عن الدولة الموجود فيها، يحكي، ومن بعد يخلي الإشارة يجي غيرها. راك فاهم؟ كي مشى للمكسيك ياكل الحرام نورمال، يعني دجاجة بها بعنقها، ما هي لا مذبوحة ولا هم يحزنون. وقال لي تعال تعال الجدة محضرة. والله صدفة وصلت، والله ما أعرف بيته ولا حفظته ولا شيء، جيت الحي أتمشى وصدفة إلا حصله وقال لي تعال تعال عمته مسوية أحلى السوب، وهذا ولد عمه خوان، هذا ولد عمه خوان. Sopa de fideo. صوبا عمه. أوكي. Mañana hay pozole. mañana el pozole. Sí. Sí. Hoy ¿Qué? sopa, ¿sí? Sopa de fideo. صوبا. Rica. فطبعا هنا يجي دور الناس اللي خصهم ذكاء عاطفي، لأن الإنسان كي يكون في واحد المنطقة اللي هي مثلا الجزائر، نفترض جدلا بالرغم أننا احنا فارغين شغل، لأن العربي عندما يتنقل بين الدول العربية وغير إلا في الجزائر اللي يحقق فيها أرقام كبار، هذا لا يعني أننا هايلين ولا طوب ولا أحسن من الناس، هذا دليل على أننا فارغين شغل من الأخير، ما كاش تفسير آخر. المهم، لكن في التعليقات عقلية صدام تاني، كيف تأكل الدجاج الحرام، وجايين محترمين جدا يا ناس. أحيانا نحن نقول كلام، والله نحكي لكم مثلا، أنا كنت سجلت فيديو مرة، فيديو يعني إخباري، وكنت أتحدث على طحكوت والفاسدين، وأنا أتحدث نسيت اسم فاسد من الناس الموجود في السجن، فماش ما يبانش الأسلوب ركيك، قلت وكذلك شخص لا داعي لذكر اسمه، يعني باكي تكون تهدر لازم تعرف تلعب المصطلحات. والله أكثر من 20 شخص كتب لي تعليق، تخيل فيديو فيه 20 دقيقة. استمعت، وعندما قلت لا أريد أن أذكر اسمه ألغيت اشتراكي. هاد سيدي ياكل في الحرام، وجزائريين جايين محترمين جدا، حطوا جزائري في بلاصته، روح بحث لك الجزائري الآن ياكل دجاج، يا والله يشبعوك السب للمتقين وغير جزائريين، وكاين اللي دافع عليه وكاين اللي يكري حتى آيات جديدة قال لي أنه سمى، يعني كيسمي واحد وياكل حاجة حرام حلال ولا ما فهمناش. على كل حال خاصنا نضج عاطفي. الكارثة أن الإنسان ذا خرج من بلادكم، ستادير راه موجود في المكسيك ولا تحدث عليكم ولا قال الجزائر، راك فاهم، وغدوة ثاني يمشي لدولة واحدة أخرى. أنتم علاه قاعدين معشين نقولوا له الجزائر، تحطوا الدرابون تاع الجزائر؟ أنتم عندكم عقلية الخيم الكبيرة، أنتم شوف عقلية الخيم الكبيرة، ماكش قادرين تفهموا على أن هذا الإنسان يتنقل من دولة إلى أخرى، كما قبل من كان في المروك ويسجل عليها فيديوهات. على كل حال، من بعد الناس الموجودين، الناس طبعا اللي يسيروا صفحاته واللي يسيروا حتى النشاط التجاري تاعه، دار باز قال لهم انا راني غادي نجي للجزائر، فالمرار كانوا يهضروا الجزائريين طاحوا لحقوا له الكونت ل2 ملايين، ها واحد من بعد دار التاشيره ومن بعد جا، يعني وجد الجمهور قبل ما يجي للتيرا، وكي جا للتيرا جاب. يعني على كل حال لا مارك نتاعه الخاصه بالريحه جابها تما، وطلعوا الجزائريين يديروا عليها ريفيو وقرات ويخوتي، راك فاهم. خليك من الصوره، لان الصوره فيها رسلان للعطور. انا لا اريد ان اتحدث على الشيخ رسلان، لانك كي تقول لهم رسلان مباشره شيخ، انا لا اتحدث عن الشيخ. كلمه رسلان كلمه دخيله في المجتمع الجزائري. انا خرجت من البلاد 2011 لم يكن هنالك اي رسلان، لكن مؤخرا العديد من رسلان والعديد من فوزان. انا لا اتحدث عن الشيوخ، انا اتحدث عن الاسم. هذا كذلك عنده علاقه بالنضج العاطفي. حب يعشش معاك مثلا، يذكرك على الوقت مثلا، انت ما قدرش تفهم على ان هذا الانسان لا يحبك ولا يكرهك، انت كنت محطة من بين المحطات، وجاء عندك وقال لك ما عندكش سياحه بل عندك ضيوف. هل لم يمشي البلدان اخرى يفتحوا له بيوتهم كما فتحتوا انتم بيوتكم على سبيل المثال؟ نعاودوا نولوا الصوره. السيد هذا يسيبورتي في المنتخب المروكي. بالمناسبه انا لا امانع هذا العليان، حب ياكل دجاج موش مذبوح، حب ياكل خنزير، انا لا، ليس لدي اي مشكل، لان ذي حياتي الشخصيه، هو اللي يتحاسب، انا ما اتحاسبش.
احترم حريه الناس، انا اعلق على فئه موجوده عندي في البلاد اللي هي الجزائريين. المهم درك هو يسيبورتي المنتخب المروكي، نفس الشيء. كاين اللي يقول له من العليان اصبحت عريان، اصبحت شحات، خدعتنا، صادمتنا، ننصحك نحن الجزائريين انك ما تثيقش فيهم. هو ما راه سامع بك كاع، ولن ياتي على لسانه اسم الجزائر نهائيا، كما ما كانش يذكر الجزائر قبل. جا عندك يا الجزائر خلاص، خرج من الجزائر لا وجود له. والكارثه هذا السيد اللي ياكل، نقولوا حنا الدجاج كذاك مخنوق به براسه على كل حال، وياكل شيكولا وياكل اي شيء يعني في المكسيك في مكان. على بالكم كي كان في الجزائر تلاقاوه واحد الاخوه للاسف ثاني هما مساكين فيهم المغفلين، بلغ لينا السلام، بلغ لينا السلام الشيخ الرسلان. يا محايناك عقليه شي العقليه، بلغ لينا السلام. ويقول يا الله يا الله، الشعب الجزائري كله محب للعلماء، راك فاهم، ويضرب في الحرام، راك فاهم. هذا السي بلغ لينا السلام الشيخ يهضروا بعقليه الدوار، يعني تقول هذا العلياني هو والشيخ رسلان يعني كاع اصدقاء، راك فاهم. عفوا الشيخ فوزان، اعتذر، بلغ لينا السلام الشيخ فوزان، يعني تقول صاحبه الشيخ فوزان، تقول هذا علينا صاحبه الشيخ فوزان، راك فاهمني. شير بقى عنه المستوى، العقليه من الانبطاح. جماعه طلعوا المستوى، انا راني نقولها لكم مباشره، طلعوا المستوى. ما كنتش تشوفوا في بعض الاجانب موجودين في بلادكم؟ قنواتكم مؤسسات عندها اموال ضخمه، في عوض ما تروح دير لكم كاش روبورتاجات ملاح يجيبوا لك سوري، شاهد سوري كيف عشق جزائريه، وهذه انجاز، وهذه اصلا موضوع. اليوم فقط رشنا لكم مثلا جزائريه ولا ناجحه في البيان من اصول سوريه، وعلاك تقول الاصول؟ ما فهمتش يعني. وبالمناسبه النزوح نتاع السواره بزاف متى كان؟ كي كان سوريا مخربه، صح؟ ذروك الموجودين كسوريين في الجزائر، من غير البعض اللي تشوفه يعني يطلب في بعض الأوقات ويجيب 2 ملايين و3 تعاطف لان لهجته تختلف، يعني حتى الصداقه تخرج على حسب اللهجه والحشمه. السوريين عايشين غايه لا باس، ماشي لانهم اذكياء، لاننا فارغين شغل ثاني. قالوا واحد سوري حل شاورما ما شاء الله، وهي كاع ما تاكلش جيفها، فكاع يجي يطيحوا عليه، راك فاهم. يكفي انك تكون اجنبي، بيع عليهم اي شيء، الله يتحطم حتى ولاد البلاد. مع الوقت غادي نطلعوا هذه النخبه الاجنبيه، غادي نطلعوا لا النخبه ولا الناس العاديين. وان شاء الله اذا استمريتوا بهذا العقليه لربما عديد منا سوف يصبح عبد عند ناس اجانب. علاش نقول لك هاك؟ السواره في البلاد عايشين احسن من فئه محدده في الجزائر. انا راني نشوفهم بعد في التيك توك في الاخر، الناس هذو الله غير بالمرسيدس والبي ام دبليو كذا، سيارات غير فخمه ما شاء الله وكل شيء، وعندهم الاموال وكاع، راك فاهم. او ماشي غير السواره، يجي واحد صيني يحلش حاجه يمشوا معاه، اي واحد اجنبي، راك فاهم. بلد مضياف، مضياف، كلمه كلمه بلد مضياف ديجا كلمه متخلفه جدا. ما كاينش حاجه اسمها بلد مضياف، لانك كي تروح البلد رانا نهضروا على الاقتصاد، الاقتصاد ما فيش حاجه اسمها ضيف، فيه هنا انسان يجي ويحط امواله، راك فاهم. يا خلاص، سلام، تفاعلوا مع الفيديو.